من وقت ما الثوره ابتدت وكله مستني التغيير، واي حد بيتفرج على السينما المصريه او متابعها مستني التغيير، مستني السينما تنضف، نطلع بالمجاري اللي احنا فيها بقالنا 25 سنه. الفتره اللي فاتت اتحفنا بامن دوله، عمر وسلمى 3، واخر التحف الفنيه اللي احنا شفناها مؤخرا ريكلام. ريكلام بيحكي قصه 4 فتيات ليل، مش زي دول. ريكلام بيحكي قصه 4 فتيات ليل ترأسهم سيده الاغراء الاولى في مصر بعد سمية الخشاب طبعا، غادة عبد الرازق، متنكره في زي دولاب حيطه فستان قصير. الفيلم بيبتدي لما ال4 بنات بيتقفشوا في كبسه، والقصه بترجع بينا لورا، بنشوف هما ازاي انتهى بيهم موقف هنا اهوت، وازاي بقوا فتيات ريكلام. هو انت بقى الزعيمه بتاعتهم؟ انا مش زعيم على حد يا باشا. مشكله الفيلم ان هو خلال الفيلم انت بتشوف القصه نفسها 4 مرات. القصه بتبتدي ان هي بنت فقيره على قد حالها، عايشه مع اهلها، لو حد من اهلها بيضربها حياتها ضنك، شيء كئيب. تبتدي مع الوقت تيجي الشيطان يوزها، صاحبتها توزها، ما تيجي تشتغلي معايا في شقه من ياهو المفروشه. لا 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 لا. مين الموزه دي يا زكريا؟ دي شاديه. الزم. ونقعد نشوف القصه دي 4 مرات، طبعا بالتحابيش ان هو تتغير هنا شويه هنا شويه هنا، هو حته بريتيو من حته ما اعرفش ايه. بيخلي الموضوع في الاخر ان هو شيء رخيص فقط لا غير، رغم ان هو كان ممكن يعالج الموضوع، يبين العنف اللي بيبقى موجود في البيوت اللي في مصر دلوقتي، بيبين الفقر اللي الناس فيه، بس هو ما بيحاولش يعمل كده. هو في الاخر كله غادة عبد الرازق بتهز لها هزتين وتعمل حاجتين من اياهم، هو ده اللي بيحاول يعمله الفيلم في الاخر. والفيلم دوت في الريتنج بتاعنا لو دفعوا لي فلوس ما اخشوش. ومن احسن الحاجات اللي عندنا في السينما المصريه الشيء اللي بيسموه الاقتباس. هنا هو بنشوفه في البوستر بتاع ريكلام، اللي هو مقتبس من فيلم كان نازل السنه اللي فاتت اسمه برايدزميد. برايدزميد بيتكلم عن 6 اشبينات وبيعملوا حاجات كتيره مجنونه في وقت حفله زفاف بتاعت واحده من اصحابهم. وريكلام بيتكلم عن ومن شارع الهرم لهونولولو في هاواي، ذا ديسندنتس، فيلم من اخراج الكسندر باين، مخرج الكشن وسايد ويز اباوت شميت، ومن تمثيل جورج كلوني. فيلم بيحكي قصه راجل مراته بتخش في كوما بسبب حادثه مركب، وبيضطر ان هو يظبط كل حاجه لحياتها قبل ما هي تموت، وخلال كده هو بيكتشف ان هي كانت على علاقه براجل تاني. في الوقت دوت هو بيضطر وقتها ان هو يتعامل مع بناته الاثنين اللي هو كان مختفي تماما من حياته. جورج كلوني اللي معروف عن ادواره كتير من اوشنز 11، 12، 13، 14، سيريانا، 3 كينجز، دايما بيلعب دور الحليوه اللي البنات كلها هتفطس عليه وعمرهم ما يوصلوا. الفيلم واحد من اقوى الافلام اللي نزلت السنه دي، اي حد محتاج يشوفه. في الريتنج بتاعنا نديله الفيلم دوت هو الاول مره بيلعب دور اب، وده شيء مختلف جدا لجورج كلوني، فلازم تشوفوه. أين تذهب هذا المساء؟ موجود في السينمات دلوقتي فيلم مان اون ذا ليدج. سام وورثينغتون بيطلع من الفانتسي وورلد بتاعه من افاتار وكلاش اوف ذا تايتنز. Today is the day that everything changes. This is my retrial. This is my negotiation. Nick, we need more time. Don't move! Stay where you are! You want me to trust you? Tell me it's done. I am an innocent man! جوست رايدر ذا سبيريت اوف فينجنس، قرر نيكولاس كيج يتحفنا بالجزء الثاني من فيلم جوست رايدر الفارس الملتهب. It doesn't matter how far you run. There are some demons you just can't escape. Hell yes. ملوش لازمه. وفي وسط النكد والقرف اللي احنا فيه ده كله، ممكن تاخد حد صغير، بنت اختك، ابنك، تروحوا تشوفوا الجزء الثاني من Journey to the Center of the Earth 3D. Hey, I think I found a way off the beach. Ladies and gentlemen. Way to slay the heart. واخيرا
هيوجو او المقتبس من The Invention of Hugo Cabret، فيلم مارتن سكورسيزي جديد، والاول مره مارتن سكورسيزي بيبعد عن الجريمه والدم عشان يعمل فيلم مخصص للاطفال. Like a music box. Who built him? I would think a magician. You see this? A keyhole in the shape of a heart. Another mystery. The story's not over yet. صباح الخير. احكي قصه